تعالي نشوف طاقة الحبيب في البعد عنك بيقول ايه. الشخص ده حاسس بايه وهيبعتلك رسالة فيها كلام، وبعد الرسالة هوضحلك الطاقة بتاعتك او الحبيب حاسس بيكي بايه بالظبط. تعالي حطي اسم الشخص دوت في بالك واستقبلي طاقة الرسالة. افتحي معايا قلبك وخدي رسالتك من الحبيب بيقول ايه النهاردة ليكي. لم تغيب عن تفكيري أبدا. طيب الطاقة اللي احنا فتحناها النهاردة دي طاقة حبيب لسه بيفكر فيكي. لو انت بتسألي نفسك هل هو لسه بيفكر فيا ولا نسيني، فالطاقة والرسالة من الكون النهاردة بتأكدلك ان الحبيب لسه بيفكر فيكي، لسه عنده اشتياق ولسه عنده تفكير ولسه عنده رغبة برضه في الرجوع. الطاقة اللي نزلت النهاردة ديت طاقة حبيب لسه بيحب، لسه عنده مشاعر، لسه عايزك ترجعي تاني على فكرة معاه في الطاقة. هو ما غابش عنك بإرادته، ممكن يكون تحت ضغط ظروف أو أهل أو مشاكل أو ماديات أو سفر، لأن الحبيب دوت من ساعة ما بعد عنك وهو لسه بيفكر. حتى لو بعد عنك بطريقة مش عاجباكي أو حسيتي فيها بجرح، فأنا بأكدلك إن طاقة الحبيب النهاردة باينة جدا، باينة جدا إن هو لسه عنده مشاعر ليكي رغم الظروف ورغم كل حاجة. تعالي أقولك نفعل الكود الروحاني النهاردة ده رجوع طاقة الحبيب أو الشريك دوت بعد فترة غياب، لأن هو عنده نفس التفكير اللي عندك. انت كمان لسه بتفكري، وانت النهاردة فتحتي الفيديو دوت مش صدفة، انت فتحتيه عشان تتأكدي من الرسالة. الشخص ده لسه بيحبك ولسه بيفكر فيكي ولا خلاص نسيكي كده ومش هيفكر فيكي تاني. اكتبي في الكومنت استقبل 3 سبعات 777 طاقة تحريك المشاعر اللي بينك وبين الشريك، وهنخليه ان هو يبدأ ياخد خطوة ايجابية معاكي الفترة اللي جاية ويبدأ يفتح لك طاقة كلام تاني، لاني لا انتي ولا هو نسيتوا ولسه بتفكروا في طاقة الحب بينك وبينه. استقبلي الطاقة، متنسيش المتابعة، ما تنسيش ان انت تستحقي حب كويس وحب حقيقي، وما تنسيش كمان ان الشريك فعلا بيحبك وبيحبك بجد. فعلي الكود 777 اكتبيه في الكومنت عشان اعرف ان الطاقة دي وصلتلك وان الرسالة دي من الشريك. لم تغيب عن تفكيري ابدا، فهو الشريك لسه حاسس بيكي وحاسس بوجودك، وكل حتة أو كل مكان بتروحيه هو لسه بيحس بوجودك معاه فيها. استقبلي الطاقة بكل حب، ما تنسيش متابعة القناة عشان هيكون في قراية تانية عن الشريك، وازاي تبدأي معاه طاقة حب جديدة، وازاي تخلي كمان الشريك ما يبعدش عنك أو يتخلى عنك أو يسيبك تاني في الطاقة دي.